هو مين اللي بيقرر ايه اللي يطلع ترند وايه اللي يختفي من على السوشيال ميديا؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ طب فكرت قبل كده هل موضوع الترند ده بيطلع عشوائي او ضربة حظ زي ما بتحصل مع ناس كتير ما بيقدموش اي حاجة مهمة وفجأة تلاقيهم ترند؟ ولا في حد ورا الكواليس بيقرر يطلع ايه ويخفي ايه؟ الخطير مش في الترند نفسه، الخطير في ليه بيقرروا يطلعوا موضوع معين ويموتوا موضوع تاني، وازاي ممكن يصنعوا محتوى يغير طريقة تفكيرك من غير ما تاخد بالك. النهاردة هحكي لك عن الجيوش الإلكترونية اللي بتصنع الترند واللي بيلعبوا بعقول جيل كامل. خليك معايا عشان تفهم ايه الحكاية. تخيل معايا انت قاعد في بيتك فاتح موبايلك بتقلب ما بين فيسبوك تيك توك، وفجأة تلاقي كل الناس بتتكلم عن نفس الموضوع، نفس البوستات كله عامل لها شير، هاشتاج فجأة بقى ضارب في السماء، ونفس الفيديوهات بتوصلك من كل المنصات، وتبدأ تتخيل انها صدفة ان كل الناس دي مهتمة بنفس الموضوع. لكن الحقيقة مفيش حاجة اسمها صدفة هنا. اللي انت شايفه قدامك مش عفوي ومش عشوائي، دي خطة كاملة وراها جيوش إلكترونية، في ملايين الحسابات بتكتب وتعلق وتشارك في نفس اللحظة عشان يصنعوا الترند وعشان يدولك إحساس إن العالم كله بيتكلم في نفس الموضوع. وهنا لازم نسأل، هو إيه الهدف إن موضوع معين يتصدر حياتك فجأة؟ وليه في موضوعات تانية بتختفي كأنها ما حصلتش؟ لازم تبقى عارف ان الترند عمره ما بيبدأ من فوق، دايما بيبدأ صغير وفجأة بيعمل بوم، سواء كان بوست، فيديو، هاشتاج. لكن عشان يوصلك انت وعشان تحس ان العالم كله بيتكلم فيه محتاج عدد ضخم من الحسابات عشان ترفعه. طب ازاي بيعملوا كده؟ في حاجة اسمها فيك انجيجمنت او التفاعل الصناعي. يعني ايه؟ يعني آلاف الحسابات الوهمية بتتعمل عشان تدخل في نفس اللحظة تعمل لايك وكومنت وشير. تخيل ان في جيوش كاملة بتقعد على الكمبيوتر 24 ساعة تشتغل بس عشان تخلي هاشتاج يطلع ترند. والاغرب ان في شركات بتبيع الخدمات دي بالثانية. عايز هاشتاج يطلع ساعتين؟ تمام، ادفع. عايزه يطلع يوم كامل؟ تمام برضو، بس هتدفع اكتر. وانت يا عيني عليك تفتكر ان ده صوت الناس الحقيقي واهتماماتهم دلوقتي، لكن هو في النهاية لعبة كبيرة. بس برضو معرفناش هو مين يا اخوانا اللي بيقرر انه حاجة معينة تطلع ترند وحاجة تانية تختفي. يعني مين اللي في ايده انه يخلي فيديوهات معينة ملهاش اي معنى تبقى ترند حوالين العالم، وفيديوهات تانية افيد واعمق محدش بيديها اهتمام؟ بص بقى وركز معايا عشان في اكتر من لاعب في اللعبة دي. اول لاعب هو شركات العلاقات العامة او الماركتنج ايجنسيز. دول بيتفقوا مع مشاهير سوشيال ميديا او حتى حسابات صغيرة، يتفقوا سوا انهم يرفعوا موضوع معين، فجأة تلاقي نفس الهاشتاج بيتكرر على الفيسبوك، نفس الفيديو بيتعاد على التيك توك، وده بيخلي الخوارزميات تحسب ان كل الناس مهتمة بالموضوع ده. تاني لاعب في اللعبة دي هي اللجان الإلكترونية، وده بيبقى أخطر لاعب في القصة. أكيد سمعت عنها وقت الثورة، تعال أقول لك قصتها إيه. دي يا سيدي ملايين من الحسابات الوهمية مبرمجة تكتب وتعلق وتعمل لايكات في نفس اللحظة. في الأول كانت الحسابات دي بتبان إنها فيك شوية، يعني أسماء وهمية زي زهرة المدينة، قمر الليل، ملاك الرحمة. كانوا بيحطوا صور مناظر طبيعية، أماكن أثرية كده يعني. ومع الوقت الحسابات دي اتطورت أكتر وبقوا يعرفوا يخلوا شكلها طبيعي أكتر، بقوا يحطوا صور لبنات وولاد عاديين ويكتبوا أسماء ثنائية طبيعية. وطبعا ال AI سهل المسألة خالص، لكن في الواقع الحسابات دي برضو فيك، والهدف يصنعوا وهم جمعي، يعني يخلوك تحس ان رأي معين هو اللي بيمثل الأغلبية. ونيجي بقى لثالث لاعب في اللعبة دي هي الخوارزميات نفسها. الشركات الكبيرة زي تيك توك وفيسبوك ويوتيوب مش مجرد منصات عادية محايدة، بالعكس دول عندهم أولويات. ايه اللي يخلي الناس تفضل ماسكة الموبايل وقت أطول؟ ايه اللي يثير الجدل ويزود التفاعل؟ لو في محتوى معين هيحقق ده يبقى يلا بينا هنخليه ترند، حتى لو تافه وملوش لازمة، أو سياسي وبيحقق مصالح جماعات معينة وليه لازمة ونص. أما بقى اللاعب الأخير في اللعبة دي هي الحكومات والجهات الرسمية. مش أوقات كده بتلاقي فيه قضايا سياسية أو اجتماعية ظهرت فجأة وتخلي الناس تنشغل عن موضوع تاني جانبي، في حين إن في موضوع أهم وبيأثر على حياتهم فعلا؟ وده مش صدفة، ده بيبقى شغل منظم لتوجيه الرأي العام. بس برضو معرفناش هي الحسابات الوهمية اللي بتشتغل ليل نهار دي مين اللي بيحركهم؟ الموضوع هنا يا باشا مش مجرد حسابات وهمية، لأ، دي جيوش منظمة بتتحرك بأوامر عشان تصدر نفس الرسائل في نفس التوقيت. ناس معاها ميزانيات ضخمة بتقدر تشتري مشاهدات وكومنتات ولايكات وتزود بقى زي ما هي عايزة. فاكر ثورة 25 يناير؟ طب فاكر بدأت ازاي؟ تعال أفكرك.
الصفحة دي اتعملت بعد وفاة خالد سعيد على ايد الشرطة، ولمت آلاف المعجبين من المصريين. ورا بقى انتشار الصفحة دي كان مين؟ ايوه، وائل غنيم، وكان معاه كام حد تاني، وهم دول الشباب اللي طوروا من شكل الثورة الحديثة وخلوها تتنقل من مجرد دعوة لحدث على الانترنت لأكبر ثورة في تاريخ مصر الحديث. وظهر لنا بقى بعدها مجموعات كده من الثوريين، إيشي 6 إبريل، على جماعة الإخوان المسلمين، على حركة كفاية. وهنا بقى يا باشا عرفنا إن الثورة ما كانتش حركة في حب الوطن ورغبة في التغيير وكل الكلام الجميل ده، دي كانت حسابات وجروبات وراها ناس بأسماء وصور فيك، وعرفوا يلعبوا على الناس الحقيقية ويحسسوهم إن هو ده بقى وقت التغيير، ويلا يا مصري انزل اكتب تاريخ بلدك بإيدك من جديد، وكلنا عارفين اللي فيها. والناحية التانية بقى ظهر الجيش المقابل، والجان إلكترونية كانت بتنشر كلام ضد الثورة عشان تحارب الصفحات الثورية بالكومنتات والتهويل والإيحاء بإن الوضع خارج السيطرة. وبعد ما عملنا الثورة وقلنا بس الوضع استقر وبقينا في إيد أمينة، دول ناس بتوع ربنا وهيحكمونا بما يرضي الله وبس يا سيدي، احنا اديناهم الامان من هنا وهم قالوا لنا فين يا شعب يوجعك من هنا. وعشان انا مش بتاعت سياسه فكفايه قوي كده على الفقره دي، بس افتكر ساعتها لجانهم الالكترونيه بعد ما بقت اخر وسيله يحاربوا بيها، وافتكر الشبكات الاعلاميه التركيه والقطريه والاجنبيه اللي كانت بتساعدهم، وافتكر الاخبار والصور الفيك والمسيرات اللي كان بيمشي فيها 20 واحد بس وهم بيصوروها لك بعدسه قريبه عشان يحسسوك ان العدد كبير. ونزل يا باشا واكتب آلاف المحتشدين ضد النظام، آلاف بقى ملايين، هاول يا معلم زي ما انت عايز، هو يعني حد هيعد وراك؟ طب هو احنا بس في العالم العربي اللي بيتعمل معانا كده؟ بيستهفئونا يعني؟ لا يا باشا، امريكا نفسها وقعت في نفس الفخ، وسبحان الله اتقلب السحر على الساحر. في انتخابات الرئاسة في 2016 في تقارير من المخابرات الأمريكية نفسها أثبتت إن في جيوش إلكترونية روسية دخلت على فيسبوك وتويتر وعملوا آلاف الحسابات الوهمية بنفس أسلوب زهرة المدينة ومحمود المصري اللي عندنا. هدفهم بقى كان إنهم يولعوا الساحة بقضايا حساسة زي العرق والسلاح والدين والمهاجرين، وكانوا مصممين يفرقوا الناس نصين ويخلوا كل نص يكره التاني. وبالفعل اتضح إن اللجان دي كان ليها دور كبير في قلب كافة الانتخابات لصالح ترامب ضد كلينتون. والتحقيق في النهاية اتهم 13 شخص روسي و3 شركات بالمشاركة في الحملة دي. لا ده بص البجاحة، رجعوا دعموه تاني في انتخابات 2020 ضد بايدن، بس حجم التأثير ساعتها كان أقل من 2016. خلي بالك إن روسيا ما كانتش بتدعم ترامب لله وللوطن كده ولا حبا حتى في المواطن الأبيض، لا خالص، هما بس كانوا شايفينه أضعف حلقة في النظام السياسي الأمريكي وبالتالي هيخدم مصالحهم على المدى البعيد. أنا مالي ومال السياسة. وولاد عمنا بقى لما يجوا عند ملفات الشرق الأوسط ما بيكتفوش بالحرب على الأرض ولا المواقف الرسمية بس، لا دي لعبتهم بقى السوشيال ميديا واللجان الإلكترونية عشان يوروا العالم كله قد إيه الفلسطينيين دول مفتريين وما عندهمش رحمة، وبينفذوا عمليات عسكرية ضد القادة والعساكر هناك، وبيقتلوا الأطفال وبيأسروا الستات، وإن هم لما بيضربوا أو يفجروا هم بس بيدافعوا عن نفسهم. وخد بقى كذب وتدليس يملى كتب التاريخ، بس ربك فوق ومطلع. في الآخر القصة كلها مش بس عن ترند ولا عن هاشتاج يعيش يومين ويختفي، القصة عن مين اللي ماسك الريموت وبيقرر تشوف ايه وما تشوفش ايه، ومين يبان ضحية ومين يبان مجرم. من أول ثورات الربيع العربي ولحد الانتخابات الأمريكية، ومن الجيوش الإلكترونية اللي بتشتغل ليل نهار لحد الصفحات اللي بتتكلم باسم غزة والعالم العربي، الفكرة واحدة، انت قدام منظومة كاملة عارفة ازاي تحركك من غير ما تحس وتخليك جزء من مسرحية كبيرة بطلها الوحيد مش انت، لا، لكن المعلومة اللي عايزينك تعرفها. فخليك واعي ان الترند مش دايما بيبقى اهتمام الناس الحقيقي، ساعات بيكون صوت اللجان. وقبل ما تدوس شير او تستغرب من هاشتاج طلع فجأة، اسأل نفسك هو مين اللي عايزني اشوف ده دلوقتي وليه؟ لو مهتم تعرف اكتر عن السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها فانصحك تتفرج على الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشة، وطبعا تعمل سبسكرايب عشان تتابع كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.